السلام عليكم أحلى مشاهدين وأحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. ضربة البداية النهارده للعرس الأفريقي الأكبر في أفريقيا، وهي بطولة الأمم الأفريقية. طبعًا زي ما قُلت لكم امبارح إن أنا كنت باحب أتابع على طول حفل الافتتاح في أي بطولة، يعني كأس العالم، أي بطولة باحب أتابع حفلة الافتتاح بالتفصيل. لكن النهارده ما قدرتش أتابع أوي، ليه؟ للأسف لإن الإضاءة العالية جدًا حرمتني إن أنا أتابع بالتفصيل كده كل حاجة، كنت باريّح عيني كتير أوي، بابُص على الشاشة شوية وأبعد شوية. شغل الليزر بقى والإضاءة كان زيادة عن اللزوم، كان over أوي. آمم، يعني ضيّع جمال الحفلة بصراحة. إضاءة برّه وجوّه الاستاد، حاجة كانت مُبالغ فيها. يعني ما حبيتهاش أوي أو ما اتفرّجتش عليها أوي عشان ما أقدرش أحكُم. معظم الوقت كنت مش بابُص عشان عيني حسّيت إن هي زغلِلت كده من كتر الإضاءة. كنت أتمنى إن تكون الإضاءة أقل شوية، شغل الليزر يكون أقل شوية عشان الناس في الشاشات تقدر تتابع وتقدر تتفرّج على حفل الافتتاح. لكن يعني إلى حدٍ ما كانت حفلة كويسة. آآ أمّا المباراة بقى وضربة البداية ككورة بقى وكفنيات والحاجات اللي إحنا بنحبها بقى وكل الناس بتحبها، منتخب المغرب ومنتخب جزر القمر، جزر القمر عشان بيزعلوا من القمر دي. يعني في البداية بدأ منتخب المغرب ما بيلعبش كورته، وبدأ اللي هو زي ما تقول كده متعالي شوية، في ثقة زيادة عن اللزوم، مش بيدّي منتخب جزر القمر حقه. فكان الشوط الأول بالنسبة لمنتخب المغرب متوسط. ما لعبوش لعبهم. منتخب جزر القمر بدأ بخطة دفاعية بحتة، لعب شوط أول دفاعي من الدرجة الأولى، وده صح يعني، لكن ما كانش ينفع طول المباراة إن أنت تدافع قصاد منتخب صبور، منتخب ما بيزهقش، منتخب بيلعب لحد آخر ثانية، منتخب قوي زي منتخب المغرب. ولكن هو نجح في الشوط الأول إن هو يعدّي بسلام من غير أجوان، وكان منظّم دفاعيًا جدًا، كان مستحوذ على عمق الملعب، يمكن الهجمات اللي كانت بتروح عليه كانت من الأطراف مش من العمق، وكان منظّم جدًا. منتخب المغرب كان ماسك كورة طول الشوط الأول، ولكن ما هدّفش. وفي الشوط التاني وفي أول الشوط التاني ييجي الجون الأول، يحصل لخبطة شوية من منتخب جزر القمر. يتهزّوا طبعًا الجون. مش أي فرقة تقدر بعد ما ييجي فيها جون قصاد منتخب قوي زي منتخب المغرب، تقدر إن هي ترجع بسرعة. وفعلًا ده حصل وجه الجون التاني بدأوا منتخب جزر القمر يعني يتخلّى شوية عن الدفاع ويحاول إن هو يهاجم أو يعوّض الأجوان اللي دخلت فيه، وفعلًا حصل. كان ممكن يهدّف وكان في انفراد تام جدًا ببونو. ولكن اللاعب زي ما تقول كده إيه، اتهز، اتلخبط. يعني خاف من بونو، وهو بونو صحيح يعني حارس قوي يخوّف. ولكن ما حصلش إن هم هدّفوا. ولكنهم لعبوا مباراة كويسة على قد إمكانياتهم، وبيلعبوا مع منتخب مش قليل. ولكن في حاجة تانية أثّرت عليهم وعلى اللعيبة، وبصراحة ضايقتني أنا شخصيًا، التحكيم. أنا كنت قُلت مش هاتكلم على التحكيم، لكن حاجات مستفزة، حاجات تخلّيك تخرج عن شعورك، بجد يعني. أنت بتجامل مين؟ يعني منتخب المغرب مش محتاج يتجامل تحكيميًا. أنت بتجيب منتخب المغرب علشان هو صاحب الأرض، هو اللي منظّم البطولة، بيلعب وسط جمهوره. أنت يعني خايف من الجمهور أو يعني بطولة قارية بتتشاف عالميًا. ما أعتقدش إن منتخب المغرب كمان هيرضى إن هو يتجامل، أو يرضى إن الناس تطلع تقول المغرب كسبت عشان الحكام وعشان، وعشان، وعشان. اللعيبة كلّهم كبار، منتخب قوي، منتخب محترفين. رابع العالم. عندهم مدرب ذكي جدًا، مدرب عمل بيهم اللي ما حدش قدر يعمله في أفريقيا كلّها. فأنت بتجامل ليه؟ الحكم ندالة وهو ندالة فعلًا حقيقي. حسب ضربة جزاء في الشوط الأول، لا علاقة لها بضربات الجزاء خالص نهائي في أي دوري من الدوريات الأوروبية عمرها ما تتحسب. ولكن هو حسب ضربة جزاء. وأبرع الحارس صحيح يعني صدّها بشكل مميز جدًا، وقُلت الحمد لله إن هي اتصدِّت.
إن هي ما دخلتش. ما تمنيتش إن منتخب المغرب يكسب بضربة جزاء مش حقيقية. الحمد لله الكورة ما دخلتش، ضربة الجزاء اتصدت بشكل رائع جدًا من الحارس، والحارس على فكرة شال كذا كورة، كان حارس مميز، حارس جزر القمر حقيقي. تاني حاجة أرهب اللعيبة بقى بالفاولات، فاولات برضه ما لهاش علاقة بالكورة، احتكاكات عادية جدًا بتعدّي في أي حتة، لأ فاولات وإنذارات، وفاولات في مناطق مهمة جدًا في الملعب تشكِّل خطورة، خلّى اللعيبة اتخضِّت طبعًا، أي لعيب يعني لعيب واخد إنذار أكيد هيلعب وهو مش متطمن، لعيب شايف إن كل لمسة بفاول، كل همسة بفاول، كل زقة بفاول، كل احتكاك بفاول، فأكيد هيلعب وهو قلقان. فأنت كده برضه ما عملتش حاجة يعني مش على قد البطولة، وإحنا بنقول إن هي بطولة هتبقى مميزة في بلد مميزة، مع منتخب مميز وتنظيم مميز، فعايزين كل حاجة تكون مميزة. أنتم شُفتوا الحكام في بطولة العرب يا جماعة، أنتم شُفتوهم كانوا عاملين إزاي؟ يعني يا حكام إحنا ليه ما بنفكّرش في الموضوع ده؟ ليه ما بنفكّرش في كل عناصر اللعبة إنه يكونوا على قد مستوى اللعب؟ ليه؟ ليه بنفكّر بس في حاجات ونسيب حاجات؟ لأ، حكام أفريقيا سبحان الله لحد دلوقتي ما قروش كتاب الكورة، مش متطورين، لسه ما بيتفرّجوش على الدوريات العالمية والبطولات العالمية وبيشوفوا الحكام بتعمل إيه، ويشوفوا الكرات اللي هُم بيحسبوها دي بتتحسب والّا لأ، ما بيذاكروش، ما بيروحوش ياخدوا دورات، ما بيتعلموش. طبعًا كذا حاجة، يعني حالة مثلًا زي بتاعة لمسة اليد دي بتاعة إبراهيم دياز، يعني كان المفروض إنذار الVAR نده للحكم توقعت إن هو هيقول له إن في لمسة يد متعمدة، إن اللاعب يستحق إنذار، لأ ما حصلش، ده كان بينده له ويقول له ده في ضربة جزاء، ضربة جزاء على مين؟ يعني مش فاهمة ضربة جزاء على مين؟ حالة غريبة جدًا طبعًا تتحط كده في كتاب الأخطاء التحكيمية، لأ المهازل مش أخطاء، لإن دي مش أخطاء، دي حاجات مقصودة. خد إنذار اللعيب دوّة برضه علشان فاول، لو كان بقى الحكم بيدّي لكل واحد حقّه، كان المفروض اللعيب ده مطرود دلوقتي. لعيب تاني برضه خد إنذار على فاول، وكان المفروض برضه نفس اللعبة ونفس الفاول كان يستحق عليها الإنذار التاني والطرد، برضه ده ما حصلش. فاولات غريبة الشكل كانت بتتحسب، حاجات كل ده بيأثّر، واوعوا تفكّروا إن الحاجات دي ما بتأثّرش على اللعيب، لا، لا، لأ، الحاجات دي بتأثّر على اللعيب، بيخلّيه يلعب وهو خايف، بيلعب وهو مش متطمن، بيلعب وهو خلاص حاسس إن هو مش واخد حقّه، تأثّر عليه نفسيًا حتى يعني، بلاش تأثّر عليه في الكورة، تأثّر عليه نفسيًا. وزي ما قُلت وهاقول وهاعيد، منتخب المغرب مش محتاج يتجامل، منتخب المغرب منتخب قوي مش محتاج إن أنت تجامله، فأتمنى في الماتشات اللي جاية إن تتحسن الحكاية دي، أتمنى إن هم يكلموا الحكام، ما فيش مجاملة، بطولة قوية، بطولة حلوة، بادئة حلو، خلّينا بقى نكمّلها حلو. منتخبنا هيلعب بكرة إن شاء الله الساعة 10:00 مع زيمبابوي. الناس كلّها عمّالة تقول منتخب ضعيف وهيبقى حصّلت المجموع، لأ ما فيش حاجة اسمها منتخب ضعيف، ما فيش حاجة اسمها كده، في حاجة اسمها إن أنت تلعب لعبك علشان تكسب، من أول خطوة، من أول دقيقة، من أول ما صفارة الحكم ما تبدأ المباراة لازم تكون جاهز إن أنت تكسب. ما فيش حاجة اسمها منتخب ضعيف فأنا أستهتر بيه، يعني لو إحنا هنتكلم في استهتار جزر القمر كان تاني مشاركة ليه في بطولة أفريقيا، ولكنه منتخب قوي وظهر النهارده بشكل جيد جدًا وكويس على قد إمكانياته، لإنه بيلعب مع منتخب كبير مش قليل. فأتمنى إن إحنا نصلّح موضوع الحكام، أتمنى إن إحنا نلعب بكرة ماتش كويس، الحكم اللي هيحكم بكرة ده مقلّقني شوية لإنه يعني ليه وقعة معانا كده مع جراديشار. بس إن شاء الله خير يعني، وإن شاء الله منتخبنا يفوز بكرة إن شاء الله، وتبقى أول 3 نقط في أول مباراة، وأتمنى التوفيق لكل المنتخبات، ومبروك منتخب المغرب على فوز النهارده، اللي يعني إمم، في مجاملة شوية. يالّا تصبحوا على ألف خير.